لو انت هايص او كنت لايص، تعالى يلا نشوف الهجايص. تعال تعالى 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 يلا نشوف الهجايص. تعالى يا صاحبي نشوف الهجايص والخرافات اللي ما ورثناش حاجه غيرها من اجدادنا. كلنا طبعا فاكرين كنا بننام ازاي زمان. كان امك تقول لك هتنام ولا اجيب لك ابو رجل مسلوخه، ولو ما اكلتش هجيب لك امنا الغوله. سبحان الله، اهرب من ابو موت يطلع لي 11 جثه. طب اعدل الشبشب حرام عليك، ده هتفتك كمان في الحرام والحلال يا توشكا. حلقتنا النهارده عن اغرب 5 خرافات مصريه. بس قبل ما نبدا تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه معانا النهارده هي رفه العين. لو عينك الشمال رفت يبقى كده في حاجه وحشه ممكن تحصل لك. طب خلاص عشان انا هتزيد عندي كده يا معلم. اما بقى يا صاحبي لو عينك اليمين هي اللي رفت فكده انت في السليم. دي من العادات اللي بعض المصريين لسه مؤمنين بيها لحد دلوقتي، بس هي جت منين انا ما عنديش فكره. طب مين مألفها؟ انا ما اعرفش يا بيه، الله اعلم. سبحان الله، لا اله الا الله. ده إيه؟ بس يمكن جت العاده دي ان احنا لازم اي حاجه نعملها في حياتنا تكون باليمين ونخالف الشيطان اللي كل حياته شمال. هو نهار شمال من اول النهار، نهار شمال. علشان كده لازم نتفاعل باليمين ونبعد عن الشمال. ايه هادي يا مؤمن؟ لكن مش لدرجة ان اصدق ان اي حاجة وحشة هتحصل او اي حاجة حلوة هتحصل تبقى برفة عين. فده كله تخاريف ومحدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل غير ربنا سبحانه وتعالى. فمحدش يقتنع ابدا بالعادة دي، لان اللي هيحصل لك من غير اي رفع. السلاح القوي الفعال لأي أم مصرية أصيل، يعني لازم تاخد حذرك طول الوقت عشان لو الشبشب صابك يبقى رحت في طيس يا صاحبي. تحس إن الشبشب راكب فينا شنكاه كده، لأن أي رمية من الست الوالدة سبحان الله ما بتجليش. المهم نرجع لموضوعنا وسامحينا يا ست الحبايب. ست الحبايب يا حبيبه. الشبشب المقلوب يعتبر من العادات الغريبة عند المصريين. ده محرم دوليا. اوعى تسيب الشبشب مقلوب، لازم تعدله وتستغفر ربنا على الموضوع ده. عاده غريبه وتربينا عليها من واحنا صغيرين. اوعى تخلي الشبشب مقلوب، وده بسبب اعتقاد المصريين بقلبة الشبشب ان الجزء المتوسخ بيكون ناحيه السماء، فعلشان كده ممكن يخلي الملائكه ما تخشش البيت. بس طبعا دي من العادات اللي ملهاش اي معنى ولا ليها اي صحة. نروح بقى للمركز الثالث واللي بيمنع الحسد وبيحصنك من اي حاجة ممكن تحصل لك لو حد حسدك: الخرزة الزرقاء والكف. دي من اشهر الخرافات والعادات عند المصريين عشان يقدروا يبعدوا الحسد عنه. انا هحسدكوا على ايه؟ ده انتوا اغلى جهاز عندكم الخلاط. بس ده ما يمنعش ان الحسد موجود برضه. اختلفت الحكايات والروايات عن موضوع الخرزة الزرقاء والحسد وايه سبب الارتباط بينهم. فالحكاية الاولى معانا بتقول ان القدماء المصريين كانوا بيخافوا من اصحاب البشرة البيضاء اللي كانت عينيهم زرقاء، مع ان الفراعنة ما كانوش بيخافوا من حد. بس ما علينا. عميق قوي بس عبيط قوي قوي. فعلشان يتفادوهم كانوا بيرسموا عين زرقاء اعتقادا منهم ان هي هتحميهم منهم وتبعد عنهم اي شر. واتطور الحال واتبدلت العين وبقت خرزة زرقاء. يا سلام، اما قصه عبره صحيح. اما الحكاية التانية ان الشعوب السامية اللي كانوا ساكنين في طرف البحر الابيض المتوسط تم استعمارهم من قبل الرومانيين، فعلشان يتخلصوا منهم رسموا كف بعين زرقاء عشان يخوفوهم. بس انا بصراحة مش فاهم ايه اللي يخوف في كده. ولكن فكرة العين والخرزة الزرقاء اتطورت بعد كده من القدماء المصريين، وكانوا بيتزينوا بيها وفي نفس الوقت بيحموا نفسهم، وعملوا منها شوية مجوهرات زي الفل. بس للأسف لسه بعض المصريين مصدقين في الخرافة دي، وإن الخرزة الزرقاء أو العين ممكن تمنع الحسد أو الشر. أهلا يا حبيبتي، منورة ومدورة. نيجي بقى لأكتر خرافة كوميدية معانا النهاردة اللي بتخلص حقوق ناس كتير، وهي ان الاعمال ما بتخرجش غير بالضرب. هتنضرب صلت ملط بسبب الجهل اللي بتعاني منه بعض المناطق، واللي كان السبب في انتشار الدجل والشعوذه في المناطق دي، والدجالين اللي استغلوا جهل الناس وضحكوا عليهم عن طريق الشعوذه. جاسوس مدسوس ويقوم منحوس وبينا نمشي. واللي بيستغلوا الستات، فتيجي الست من دول يقول لها تعالي هخليكي تتجوزي اللي بتحبيه، تعالي هخليكي تتطلقي من اللي بتحبيه برضه، وكأنه هو المتحكم الاول والاخير عن مين يتجوز ومين يتطلق. اوعى تغضب وتزوم، هتقلع لوحدك الهدوم.
وكتير من الستات عشان مؤمنة بالجهل ده فممكن تنضرب عادي، بس المهم ان العمل يطلع من جسمها. وهيجيب نتيجة يا شيخ. ايوه هيجيب نتيجه. يلا اتكل على الله. فالست من دول تروح تنضرب عادي علشان عمل تتجوز بيه واحد معين، مع العلم ان لو نفس الشخص اللي اتجوزته ده بعد الجواز بيهزر معاها او جلت منه كده وتهفف عقله وضربها، قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. يعني هي موافقة تنضرب من الغريب، اما جوزها لا. ومن وبنيجي بقى لأشهر خرافة معانا النهاردة، وهي من أشهر الأساطير القديمة اللي لسه موجودة لحد دلوقتي في مصر، مش في مصر بس، ده في العالم كله كمان، بس هي مشهورة شوية عندنا يعني، وهي النداهة. لو انت في يوم من الايام رحت زرت صاحبك اللي ساكن في الريف وعزم عليك وحلف يمين طلاق 3 انك لازم تبات عنده الليله دي، وهو اصلا مش متجوز، بس انت خفت انه يطلق مراته. والله نظريه حلوه برضه يا ابني، نظرياتك حلوه يالا، مش ممكن. فاضطريت تسمع كلامه وتبات عنده اليوم ده، وبعد ما خلصتوا العشاء على الساعه 9 بالليل كده وقررت تخرج لوحدك تشم الهوا وسط الغيطان والحقول الجميله وانت فرحان بالمكان، رغم ان الدنيا ضلمه كحل ومفيش صريخ ابن يومين، بس انت قلبك جامد وما بتخافش. يا دي النيله قروا بقى على العالم. وفجأة وانت ماشي في وسط الزرع والقمر طالع وجميل بتسمع حد بينده على اسمك. مين في المنطقه؟ فبتحاول تشوف مين اللي بينده عليك ده، والفضول هيقتلك، وخصوصا ان الصوت اللي بينده عليك ده صوت واحدة ست. لا تخاف. لا اخاف. ولكن احذر. المهم بتمشي ورا الصوت بحذر وخوف لغاية ما تلاقي نفسك قريب من الترعة، وهوب صاحبك بيلاقي جثتك تاني يوم الصبح ما بين الزرع. دي النداهة يا معلم. عاش يا رجالة. وانت عزيزي المشاهد مستني ايه من حد سايب النهار كله وراح يتمشى في الضلمه والرعب ده احنا ظلمنا النداهه معانا. مين دي؟ شفتني النهارده كمان. المهم النداهه دي عباره عن واحده بتنده على اسمك، وعلشان انت قلبك رهيف بتمشي ورا الصوت لغايه ما حاجه من الاتنين بتحصل لك، يا اما تموت يا اما تتجنن. انا عاوز ارتاح يا حامد، انا تعبان يا حامد يا اخويا، انا مدينوف يا حامد. او ممكن تختفي لفتره برضه، بس برضه بيلاقوك في الاخر ميت. يا جدعان عيب يا جدعان. طب ايه اللي بيخلي النداهه تعمل كده؟ والسبب انك بتختفي الفتره دي. بتسال ليه؟ شكل دماغك جا فيها شقاوه. لا ده سؤال عادي كده جه على بالي بصراحة. سؤال عادي ايه؟ بتساله ليه؟ خبراء الفتي المصريين بيقولوا ان النداهه بتاخدك معاها الرحله كده ويك اند للعالم السفلي. تعالى انت قافش كده ليه؟ انت اللي قفشاني. تقضي شهر العسل بتاعكم هناك، الهاني مون يعني. ايوه يا صاحبي، ما انت اللي رايح برجليك. فبعد فتره انت بتزهق وعايز تمشي، فبتفضل تزن عليها عايز اروح عايز اروح. حرمه سعراني. المهم الولايه بيجي لها صداع منك فبتروحك خالص بقى. اللهم اغفر له وارحمه. امين. اللهم اجعل مثواه الجنه. دي طبعا من اكتر الاساطير اللي معظم المصريين مصدقينها، وخصوصا لما كتير من الناس يقولوا لك ويحلفوا لك انهم شافوها بعينيهم. لكن الحقيقه ورا النداهه ان هي اختراع من اختراعات المجرمين اللي عملوها علشان يقدروا يغطوا على جرايمهم بكل سهوله من غير ما يتمسكوا ويتهموا فيها النداهه. حرام ده يا نفس والله حرام ده. انما هي في الاصل اسطوره، وللاسف لسه كتير من المصريين مصدقينها. فيا صديقي سيبك من الاشاعات والخرافات دي واعمل لنا لايك وسبسكرايب، لاننا حقيقه قدامك اهو مش خرافات. بالمناسبه اللي كتب الفيديو ده هو صاحبي احمد عبد الناصر، وانا محمد عبد العزيز. لو عندكم اقتراحات للفيديوهات الجايه قولوا لنا في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.